امتى بنضطر ان احنا نخلع الاسنان؟ في اسباب كتيره بتخلينا ان احنا نخلع الاسنان. من اهم الاسباب دي مثلا اسنان لبنيه فضلت في بق الطفل لحد ما كمل 12 سنه وعدى 12 سنه. السنه الدايمه طلعت، ولكن السنه اللبنيه ما زالت موجوده، او ان السنه الدايمه ما زالت مدفونه تحت ما طلعتش، فبنضطر ان احنا نخلع الاسنان عشان السنان الدايمه تطلع او تاخد وضعها الصحي. برضو من اسباب خلع الاسنان سنه متهالكه، غير قابله للتعويض بالحشوات او الدعامات او التركيبات، بقت على بقت زي جدر مثلا، او سنه نص اكتر من نص السنه مش موجود نتيجه التسوس او نتيجه التاكل، فبنضطر ان احنا نخلع الاسنان. برضو من اسباب خلع الاسنان تسوس ادى الى وجود خراج، والخراج ده عمل ورم في الوش وخلاص الصديد بقى متكون، فبنضطر ان احنا نعالج السبب، ان احنا طبعا نشيل السنه اللي موجوده ونفتح نصفي الخراج ده وبعدين ندي مرحله العلاج بتاعتنا. برضو من اسباب خلع الاسنان هو تاكل في العظم نتيجه امراض اللثه. وجود الجير ادى الى تاكل في العظم حوالين السنان، ادى الى حركه الاسنان من الدرجه الثالثه، فبالتالي احنا هنخلع الاسنان لانها غير قابله للتثبيت او التفكيك. شكرا.